أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن مجموعة قصصية اسمها حتى يحبك الله للدكتور محمد فتحي عبد العال. قصص كده اتكتبت في وقت صعب، وقت الجائحة. فعلا الكتاب ده نقدر نقول إنه نتاج الفترة دي اللي كلنا عشناها. المؤلف نفسه بيقول في مقدمته حاجة لافتة، بيقول إنه حس إن العالم يمكن ما استوعبش الدرس قوي يعني، فحاول كأنه يخلق نهايات تانية، نهايات يمكن فيها أمل أكتر لمجتمع أفضل، حتى لو ده مجرد خيال. واحنا مصادرنا هتكون مقتطفات وقصص كاملة من الكتاب نفسه. هدفنا النهاردة إننا نشوف إزاي القصص دي صحيح هي خيالية تماما زي ما المؤلف أكد، بس إزاي بتلمس حتة حقيقية جوانا، بتلمس تجارب إنسانية وقت الأزمات، وبتفتح أسئلة كتير أخلاقية واجتماعية فرضتها الجائحة علينا. وهي بصراحة قصص متنوعة جدا، كل قصة بتفتح لنا شباك على حتة مختلفة من تأثير الأزمة دي على الناس وعلى علاقاتهم. طيب خلينا نبدأ بقصة منهم، قصة المخالب الناعمة. بطلها شاب اسمه مروان عنده ربو، وكمان بيعاني من ضغوط أسرية، أب مسيطر وأم سلبية شوية. أيوة، وبيدخل الجامعة بقى حياة جديدة وكده، بس بيصطدم بشخصية الدكتور حييم. دكتور حييم ده حكايته حكاية. شخصية مركبة جدا بصراحة. في الظاهر هو الأستاذ الملهم، فاهمة؟ النموذج الكويس، لكن بسرعة بنكتشف إنه بيستغل حماس الشباب ده، حماس الطلاب، في أبحاث تخدم مصالحه هو التجارية. زي موضوع الطحالب اللي بتقول عليه ده. بالظبط، طحالب الإسبرلينة دي. ومش بس كده، ده كمان بيطلب منهم فلوس للمعمل وللشغل بتاعه. إياه، وده طبعا بيحط مروان في موقف صعب قوي، اختبار أخلاقي جدا. القصة هنا بتورينا إزاي ممكن الأزمات تكشف أو حتى تضخم مشاكل موجودة أصلا، زي استغلال السلطة ده. يعني مش بس الأزمة الصحية بتاعة الوباء، لأ دي أزمة تانية خالص في مكان المفروض يكون للعلم وبس. تمام. وبتخلينا يسأل بقى، هل الضغوط دي ممكن تبرر إن الواحد يتنازل عن مبادئه؟ آه. مروان في الآخر بيرفض، على فكرة، بيرفض الانصياع ده، ودي نقطة مهمة. والمفارقة كمان إن الدكتور حييم نفسه بيصاب بكوفيد في الآخر. كأنها عدالة شعرية كده، سبحان الله. طيب لو مروان كان بيواجه الصراع الداخلي ده، القصة التانية اللي هنتكلم عنها حكاية أم إكرامة، بتقدم نموذج مختلف تماماً. دي قصة فيها إيجابية وصمود. أم سورية لاجئة في مصر اسمها خديجة، بتقرر تستغل خبرتها في التغذية العلاجية وتعمل مشروع صغير كده للحلويات الشامية الصحية. ودي كانت فكرة ذكية جداً وقتها، مع الجائحة والناس اللي بتدور على بدائل صحية للسكر وكده. طبعا، فكرة مناسبة جدا للظروف، وبتلبي احتياج حقيقي عند الناس، بالذات مرضى السكر والسمنة. والأحلى كمان إنها مش بس قصة نجاح مشروع صغير، لأ دي قصة أم وبنتها إكرام، إزاي بيواجهوا الظروف الصعبة دي سوا، والبنت بتساعد مامتها وكمان متفوقة في دراستها. فيها أمل كبير. بالظبط. القصة دي بتبين قد إيه الإنسان عنده قدرة يتكيف ويخلق فرصة من قلب المحنة، إنها تحول خبرتها الشخصية لحاجة مفيدة ليها وللمجتمع في وقت زي ده. ده شيء صراحة يعني ملهم. طيب من الصمود والإيجابية دي نروح لمنطقة تانية خالص، يمكن أعقد شوية نفسياً وفكرياً. قصة أنا أصدق العلم، بطلتها هند. ياه. قصة هند دي رحلة تحولات عنيفة فعلا. الموضوع بيبدأ لما تكتشف خيانة جوزها وزواجه التاني، فبتطلب الطلاق وتسافر، وهناك بقى بيحصل التغيير الكبير. بتتأثر بأفكار مفكر معين، صح؟ أيوة، محمد شحرور، المعروف بآرائه وتفسيراته اللي ممكن تكون يعني مختلفة عن التفسيرات التقليدية للنصوص الدينية، فتتأثر بأفكاره دي وتبتدي تتخلى عن الحجاب والنقاب. والموضوع مش بيقف هنا، دي بتدخل في علاقة عن طريق الإنترنت مع طبيب مصري أصغر منها مصطفى، والعلاقة دي بتاخدها في سكة تانية خالص. بالظبط. هنا بقى بندخل في حتة معقدة، إزاي الصدمة الشخصية ممكن تخلي الواحد يعني أكتر قابلية لتغييرات فكرية حادة، ويمكن كمان للاستغلال. مصطفى ده بيقنعها بممارسات غريبة شوية تحت شعار العلم. وهي بتلاقي نفسها في صراع داخلي رهيب بين قناعاتها الجديدة دي وبين إحساسها بالتعلق أو حتى الإدمان للعلاقة دي. كأنها هربت من قيود فوقعت في قيود تانية بشكل مختلف. ونقطة التحول الأكبر بتيجي لما تصاب هي نفسها بكوفيد. الإصابة دي كأنها بترجعها تاني لحياتها القديمة والجوزها الأولاني. قصة بتخلي الواحد يفكر كتير قوي في علاقة الإيمان بالعلم، في تقلبات الهوية وقت الأزمات، في فكرة التوبة والرجوع. فعلا القصص دي كلها بتورينا إن الجائحة ما كانتش مجرد أزمة صحية ومرت وخلاص. تمام، دي كانت كاشفة،
زي ما تكون عدسة مكبرة كده دخلت جوه بيوتنا وجوه نفوسنا وعلاقاتنا وقيمنا، والمؤلف هنا استخدم الخيال عشان يستكشف الأعماق دي كلها. وده يمكن بيوصلنا للسؤال الأهم اللي القصص دي بتسيبهولنا نفكر فيه. هل الأزمات الكبيرة زي الجائحة دي هي بس بتكشف عن معدن الناس الحقيقي اللي كان مستخبي، ولا هي اللي بتغيرهم فعلا وبتصنع منهم ناس تانية خالص؟ سؤال مهم فعلا، سؤال يستحق نتأمل فيه. الأزمة بتعمل فينا إيه بالظبط؟ يمكن ده الدرس الأهم اللي محتاجين نستوعبه. بالظبط، سؤال يستحق التفكير فعلا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو عندك أي رأي أو سؤال اكتبه في الكومنتات، بنحب نسمع منكم دايما.